كشف موقع ترانسفير ماركت المتخصص في بورصة وأسعار اللاعبين مؤخرا ترتيبا جديدا للاعبين على مستوى العالم، إذ قدم إحصائية اعتاد أن يجريها بشكل منتظم، وضمت القائمة مفاجآت كبيرة في أسعار اللاعبين، حيث شهدت تراجعا كبيرا في أسعار اللاعبين على مستوى الدوريات الخمس الكبرى نتيجة جائحة كورونا، مما أثرت بالسلب على صناعة كرة القدم. وفي هذا الفيديو سنعرض لكم أغلى 10 لاعبين عرب على مستوى العالم. 10. ياسين إبراهيمي. اللاعب الجزائري صاحب 30 عاما هو أحد المواهب البارزة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، وواحد من أفضل من مثلوا الكرة العربية في الدوريات الأوروبية الكبرى، وكان واحدا من كتيبة الخضر التي حصلت على كأس أفريقيا 2019 والتي أقيمت على أرض الفراعنة. فبعد انتهاء مدته مع بورتو عاد إلى المنطقة العربية من بوابة الريان القطري الذي يلعب له في الوقت الراهن، وخاض بقميصه 10 مباريات مسجلا 11 هدفا، وهو رقم مميز للغاية بالنسبة للهدافين. أما عن ترتيبه في قائمة أغلى اللاعبين العرب فيحتل المركز العاشر عربيا وغير متواجد في الترتيب العالمي، وتبلغ قيمته التسويقية 13 مليون يورو. 9. سفيان مرابط. اللاعب المغربي صاحب 23 عاما وأحد أهم المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم، وهو الأخ الأصغر للنجم المغربي الشهير نور الدين مرابط لاعب المنتخب المغربي، وشارك لاعب الوسط المغربي مع فيورنتينا هذا الموسم في 24 مباراة بمختلف المسابقات، وصنع هدفا واحدا، كما شارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر. وعن ترتيبه في قائمة أغلى اللاعبين العرب فيحتل المركز التاسع عربيا وغير متواجد في الترتيب العالمي، وتبلغ قيمته التسويقية 14.5 مليون يورو. 8. عيسى ماندي. اللاعب الجزائري عيسى ماندي صاحب 28 عاما لاعب ريال بيتيس الإسباني ولاعب المنتخب الجزائري، وشارك محارب الصحراء في 134 مباراة بمختلف المسابقات مع ريال بيتيس، أسهم خلالها ب7 أهداف من بين صناعة وتسجيل. كما حمل ماندي قميص منتخب الجزائر في 55 مباراة، سجل خلالها هدفا وحيدا وأسهم بتمريرة حاسمة واحدة، وقاد منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر. وعن ترتيبه في قائمة أغلى اللاعبين العرب فيحتل المركز الثامن عربيا وغير متواجد في الترتيب العالمي، وتبلغ قيمته التسويقية 16 مليون يورو. 7. إسماعيل بن ناصر. اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر صاحب 22 عاما لاعب فريق إس ميلان، وشارك بن ناصر في 23 مباراة رسمية رفقة ميلان هذا الموسم، وسرعان ما أصبح اللاعب ركيزة أساسية في وسط ميدان الروسوناري. وكان ميلان قد تعاقد مع إسماعيل بن ناصر من مواطنه إمبولي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة بلغ قوامها آنذاك 16 مليون يورو، وذلك بعد تألق اللاعب رفقة منتخب الجزائر في بطولة أفريقيا التي استضافتها القاهرة في نسختها الأخيرة، وتوج بها منتخب محارب الصحراء باللقب، وفاز بن ناصر بجائزة أفضل لاعب في البطولة. وعن ترتيبه في قائمة أغلى اللاعبين العرب فيحتل المركز السابع عربيا والمركز 429 في الترتيب العالمي، وتبلغ قيمته 17.5 مليون يورو. 6. يوسف عطال. اللاعب الجزائري يوسف عطال صاحب 24 عاما لاعب نيس الفرنسي، يعتبر عطال من اللاعبين الجزائريين القلائل الذين خرجوا من الدوري المحلي باتجاه أوروبا مباشرة، ولعب عطال 13 مباراة مع فريقه في الموسم بكل المسابقات، وسجل هدفا وصنع هدفين، وذلك قبل تعرضه لإصابة قوية ويغيب بسببها عن الملاعب 5 أشهر. وحصد عطال لقب كأس أفريقيا سنة 2020 رفقة المنتخب الجزائري بأداء منقطع النظير، فهو في الوقت الحالي أحد رجال جمال بالماضي غير القابلين للمس داخل تشكيلة الخضرة. وعن ترتيبه في قائمة أغلى اللاعبين العرب فيحتل المركز السادس عربيا والمركز 342 عالميا، وتبلغ قيمته التسويقية نحو 20 مليون يورو. 5. أمين حارث.
اللاعب المغربي صاحب 22 عاما لاعب فريق شالكة الألمانية، ومنذ فترة يعيش الدولي المغربي أمين حارث فترة ذهبية مع فريقه حتى بات صمام الفوز بالنسبة للفريق الأزرق. وشارك حارث بقميص شالكة خلال 24 مباراة في موسم الدوري الألماني الحالي، ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 آخرين. والجدير بالذكر فقد كشف تقرير صحفي إسباني عن اهتمام نادي برشلونة بالحصول على خدمات النجم الدولي المغربي أمين حارث لاعب فريق شالكة الألمانية خلال فترة الانتقالات المقبلة، وعن ترتيبه في قائمة أغلى اللاعبين العرب، فيحتل المركز الخامس عربيا والمركز 269 في الترتيب العالمي، وتبلغ قيمته التسويقية 24 مليون يورو. 4. حكيم زياش. اللاعب المغربي حكيم زياش صاحب 27 عاما لاعب فريق أياكس الهولندي، والمنتقل رسميا بنهاية الموسم الحالي إلى نادي تشيلسي الإنجليزية، ويلعب زياش في المركز الوسط المهاجم. وفي الموسم الماضي كان أبرز نجوم أياكس الذي توج بالدوري والكأس، ووصل إلى نصف النهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل 21 هدفا وصنع 24 آخرين في 49 مباراة. وكان حكيم هو نجم أياكس منذ أن ساهم في وصول فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وعن ترتيبه في قائمة أغلى اللاعبين العرب، فيحتل زياش المركز الرابع عربيا والمركز 118 في الترتيب العالمي، وتبلغ قيمته التسويقية 40 مليون يورو. 3. رياض محرز. اللاعب الجزائري رياض محرز صاحب 29 عاما لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ولاعب المنتخب الجزائري، وخاض الدولي الجزائري 37 مباراة مع مانشستر سيتي بكافة المسابقات، وأحرز 9 أهداف و14 تمريرة حاسمة، وحقق أرقاما مميزة مع الخضرة وبمشاركته في 57 مباراة بمختلف المناسبات، سجل فيها 15 هدفا وأهدى 30 تمريرة حاسمة. كما كان أبرز المساهمين في فوز محارب الصحراء بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث سجل 3 أهداف خلال المسابقة القارية. وعن ترتيبه في قائمة أغلى اللاعبين العرب، فيحتل رياض المركز الثالث عربيا والمركز 82 في الترتيب العالمي، وتبلغ قيمته التسويقية 48 مليون يورو. 2. أشرف حكيمي. اللاعب المغربي صاحب 21 عاما يقدم أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد والمعار ضمن صفوف بروسيا دورتموند أداء رائعا مع النادي الألماني ساعده على رفع قيمته السوقية في الفترة الأخيرة. وحقق الظهير الأيمن واحدة من المكاسب في البوندسليغا إثر زيادة في قيمته التسويقية ب15 مليون يورو، لترتفع قيمته التسويقية وليصل لأعلى قيمة في مسيرته الكروية. وتعتبر هذه القيمة هي الزيادة السابعة في مسيرة اللاعب المغربي منذ وصوله إلى منافسات الدوري الألمانية. وتواجد النجم المغربي في المركز الثاني كأغلى ظهير في العالم نتيجة لموسمه الرائع مع أسود الفاستيفاليا. وتصدر القائمة الإسبانية داني كارفاخال نجم ريال مدريد، ونجح حكيمي في صناعة 10 أهداف حتى الآن ليصبح أكثر لاعب صناعة للتمريرات الحاسمة في البطولة، بالإضافة لامتلاكه 7 أهداف في جعبته، بينهم 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا. وعن ترتيبه في قائمة أغلى اللاعبين العرب، فيحتل أشرف حكيمي المركز الثاني عربيا والمركز 59 في الترتيب العالمي، وتبلغ قيمته التسويقية 54 مليون يورو. 1. محمد صلاح. اللاعب المصري صاحب 27 عاما لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، بعد مرور 2.5 عام على انضمام الدولي المصري محمد صلاح إلى صفوف الريدز، لم يكن يتوقع الكثير أن يحقق ما وصل إليه حتى الآن. محمد صلاح أصبح يحظى بشعبية كبيرة في ليفربول بل في العالم، وتألق صلاح بقميص ليفربول ونجح في تسجيل 21 هدفا وصناعة 37، ورفع صلاح لقب دوري أبطال أوروبا وكذلك كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع ريدز، كما أنه على أعتاب رفع لقب الدوري الإنجليزي مع عودة الدوري من التوقف. وخاض صلاح 67 مباراة مع منتخب مصر، سجل خلالها 41 هدفا في كل المسابقات وصنع 22 هدفا. وعلى سبيل الذكر وليس الحصر،
فإن صلاح قد حصل على الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي في موسمي 2017-2018 و2018-2019، كما تم اختياره أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2017-2018. وعن ترتيبه في قائمة أغلى اللاعبين العرب، فيحتل صلاح المركز الأول عربيا والمركز الخامس في الترتيب العالمي، وتبلغ قيمته التسويقية نحو 120 مليون يورو.